فرصة جديدة ضيعها الأهلي من إيديه إن هو يطلع بتلات أربع أهداف على الأقل قدام إنتر ميامي الأمريكي، بمشاركة ميسي ونجوم كتير جدا في الفريق منهم بوسكيتس وعلى راسهم بوسكيتس وسواريز وطبعا قبليهم ميسي. الأهلي في المباراة ديت للمرة المليون بيوصل كأس عالم وبيضيع فرص إن هو يقدر يصعد للي بعد كده أو يعدي ويعمل إنجاز أكتر من كده، وبيكتفي بالمشاركة المشرفة على حد القول، وكل سنة وإحنا طيبين. تعالوا نشوف الفيديو ده عن ضربة الجزاء ونرجع نتكلم تاني. طيب، وزي ما شفنا احمد السيد زيزو وتريزيجيه ووسام ابو علي كلهم دخلوا في نقاش بخصوص ضربه الجزاء، وطبعا تريزيجيه صاحب الكوره اللي معاه الكوره قال لهم انا اللي هشوط ضربه الجزاء. وسام ابو علي بيقول له انا المسدد الاول ضربات جزاء، لا لا انا صاحب الكوره وانا اللي هشوط وانا اللي عايز اخد اللقطه. لا تعليق، يعني لا تعليق. انا مش عارف يعني هو ترتيب ضربات الجزاء عندنا ايه. المفروض يبقى فيه ترتيب لضربات الجزاء، يا زيزو وبعد كده وسام، يا وسام بعد كده زيزو، مش تريزيجيه اول واحد. بس طبعا اللقطه زي كده اخر كوره في المباراه بتاعت حسين الشحات، داخلين انفراد او مش داخلين انفراد، 4 من الاهلي على 2 من انتر ميامي، ومع ذلك حسين الشحات بالحنجله والمنجله والانجله والمنجله والانجله والمقلمه والكلام ده كله عايز يخش لوحده وياخد انا اللقطه وانا اللي خلصت الماتش. وبعدين لو ما فيش مدير فني هيسيطر على كميه النجوم دي يبقى بلاها، سرحوا الناس دي وطلعوا ناس من تحت. انما كده كل واحد ماشي بدماغه وكل واحد عايز ياخد اللقطه وكل واحد عايز يقول انا اللي شايل الفريق وانا اللي هكسب الفريق. ما ينفعش. ده اسمه فريق كرة القدم، فريق جماعي، فريق النادي الاهلي لكرة القدم، مش فريق حسين الشحات، مش فريق تريزيجيه، مش فريق اي حد. وسام ابو علي المهاجم لولا الكرة اللي هو شالها من على خط المرمى كان زماننا احنا خارجين خسرانين 1-0. الكور اللي الشناوي واحد من ابطال المباراة النهارده طلع 3 كور من قلب الجون كان زماننا خسرانين المباراة النهارده. مروان عطية واحد من نجوم المباراة، أنا شايفه النهاردة قافل نص الملعب على كل الناس، بيقطع كور صح، بيستلم صح، بيسلم صح، عامل كل اللي عليه. ما دون التلاتة دول الناس كلها لعبت شوية حلو الشوط الأولاني، بس الأنانية بتطغى على الفريق. تريزيجيه عايز ياخد الكورة ويعدي واحد لواحد ملوش دعوة، حسين الشحات لما نزل خد الكورة عايز يعدي واحد لواحد برضه نفس القصة. قفشة اللي أنا كنت بقول إن هو بديل إمام عاشور، وللأسف ما إحنا كده ما عندناش بديل لإمام عاشور لغايه اما محمد بن رمضان يثبت كرامه ويتاقلم على الفريق، بالرغم ان هو محترف المفروض من اول يوم يتاقلم. ما عندناش، ما في. كل سنه وانت طيب مجدي قفشه بيبطئ اللعب، مش بيلعب. فطب وبعدين كل الفلوس المدفوعه دي وفي الاخر مش عارفين نكسب انتر ميامي؟ طب هنعمل ايه في الماتشين الجايين؟ هنعمل ايه؟ انا هوريكم دلوقتي فيديو عن الاحصائيات. انا اتخنقت، انا اتخنقت بصراحة لا تعليق. أنا الإحصائيات دي خنقتني. الأهلي مستحوذ 45، إنتر ميامي 55، فالنسبة واحدة. تعالى بقى نشوف الحاجات المهمة. توتال شوت أون تارجت 11 شوطة للأهلي، 14 لإنتر ميامي، 8 أون تارجت للأهلي، 6 أون تارجت لإنتر ميامي، 5 بيج تشانسز للأهلي، 3 لإنتر ميامي. ده إيه ده؟ نعمل إيه تاني؟ يعني في إيه تاني يتعمل؟ اللعيبة امبارح كلهم كل واحد عايز ياخد اللقطة. الخلاصة من وجهة نظري يا المدير الفني يا يسيطر على الفريق يا لأ. نقطة تانية حبيت اتكلم فيها، هو احنا ليه امبارح طول الماتش بنلعب ناحية الشمال؟ يعني حتى لما امام عاشور اتصاب وسيد زيزو نزل، احمد سيد زيزو بيلعب طول الماتش يا في قلب الملعب يا في الناحية الشمال. الجنب اليمين لو اتفرجتوا على الماتش في الاعادة هتلاقي محمد هاني واخد الجنب اليمين وواقف لوحده طول الماتش في الجنب اليمين، سواء قدام سواء ورا، ومفيش كور بتروح له. اللهم الا مثلا عرضية او اتنين يتعملوا من الناحية اليمين، بقية الماتش كله احنا بنلعب من الناحية الشمال. هي دي خطة المدير الفني مثلا ان احنا طول الماتش نلعب من الجنب الشمال بس؟ خلاص احنا هنلعب بالملعب معوج كده، نبقى ماشيين معوجين كلنا كتع كسه الكسح. حرق الدم حرق الدم حرق الدم، يعني بجد اسهل ماتش تقدر تغلبه وتضمن اللي جاي ما عملتهاش. هنعمل ايه في الماتشين الجايين؟ بورتو وبالميراس هنعمل فيهم ايه؟ لا
اللقطة طاغية على الفريق، كل واحد شايف نفسه على الفريق، وده مش هينفع. لازم وقفة مع الناس دي، لازم وقفة مع الناس دي. لو المدير الفني معرفش يسيطر عليهم بجد يمشي، فلوسه أبرك لنا، نخلي عماد النحاس زي وهم، محمد يوسف، أي حد فيهم هيمسك الفريق، هناخد الدوري، هناخد الكاس، هناخد الحاجات المحلية. إنما الحاجات العالمية عشان نشوف فريق شياكة، فريق حلو، مش هنعمل حاجة. بس كده.